السلام عليكم، اخباركم يا شباب؟ يا رب تكونوا دايما بخير. احب اقدم لكم نفسي وده شرف ليا طبعا. انا حسن محمد، مصمم جرافيك من فريق غاوي ديزاين، وفي الدوره دي هبقى معاك انا وباشمهندس قاسم كمدربين. ان شاء الله الدوره هتبقى عباره عن 8 محاضرات، كل اسبوع هينزلك محاضرتين. مواعيد نزول المحاضرات يوم السبت والاربع الساعه 6 مساء، وفي محاضرات هتبقى عباره عن فيديو واحد، وفي محاضرات ممكن تكون اكتر من فيديو. ومطلوب منك تاسك كل اسبوع بعد كل محاضرتين، وهتعرف فايدته كمان شويه. بالإضافة إلى البث المباشر كل أسبوع يوم الجمعة، ونحدد الميعاد مع بعضنا بحيث إنه يناسب وقتك ونقدر نتكلم فيه عن اللي أنت استفدته، ونتناقش مع بعض لو حاجة وقفت قدامك. هتطلع من الدورة متعلم أساسيات التصميم بشكل عام زي تسهيل الألوان والعناصر، وهتتعلم كمان برنامج كانفا بالتفصيل، بالإضافة إلى برنامج بيكسلاب، وهيبقى في أجزاء في بعض الفيديوهات خاصة بتنفيذ الموقع على فوتوبيا. وطبعا هتتعلم ازاي تستخدم الذكاء الاصطناعي في التصميم وتستغله في تحسين شغلك وتوفير وقتك، وهو حاجة عاملة قلق لمعظم الناس، لكن انت لازم تستخدمه بحيث يصب في مصلحتك كمصمم. وهتتعلم ازاي تسوق لشغلك وفين. كل ده هيتشرح في الفيديوهات اللي جايه بالتفصيل. محاضرة النهاردة هتبقى عن التصميم بشكل عام، ومن المحاضرة الجاية تبدأ تنتج شغل ان شاء الله. وعشان ما اطولش عليكم، يلا بينا نبدأ فيديو النهاردة مع باشمهندس قاسم. وما تنساش تستعين بالله قبل ما تبدأ اي حاجة. يلا بينا. السلام عليكم، اخباركم يا شباب؟ يا رب تكونوا دايما بخير. معكم القاسم ابراهيم من فريق غاو ديزاين. باذن الله النهارده هنتكلم عن 5 حاجات اساسيه في المحاضره بتاعتنا. اول حاجه هنتكلم عن مراحل اكتساب مهاره جديده، وبعدين نتكلم يعني ايه جرافيك ديزاين وليه تتعلمه، وهل التصميم او الجرافيك موهبه ام اكتساب، واهم اساسيات التصميم اللي هنتعلمها باذن الله عشان تقدر تفيدنا في الجرافيك ديزاين. واول حاجه معانا مراحل اكتساب مهاره جديده. مراحل اكتساب المهاره الجديده هم 3 مراحل. اول مرحله وهي مرحله التعلم. عشان تتعلم أي مهارة لازم أساسيات ومبادئ هذه المهارة والأداة اللي هتستخدمها، وأهم حاجة الاستمرار في التعلم. ونيجي للمرحلة التانية وهي مرحلة الإنتاج. هنستخدم المهارة اللي اتعلمناها في إنتاج شغل، ومش مهم يبقى في البداية عندك عملاء تعمل لهم شغل حقيقي على أرض الواقع، لكن هتبدأ تشتغل شغل وهمي، وده اللي هنساعدك فيه عن طريق هنديك مشروعات بعد كل محاضرة تعملها، وتبدأ تطبق كتير وتتعلم من أخطائك. وده هتستفاد منها بحاجتين اتنين. أول حاجة إن أنت تبدأ تبني بورتفوليو ليك من شغل وهمي أنت عامله. تالت مرحلة معانا وهي مرحلة الشغل. وطبعا مرحلة الشغل ديت مهمة جدا، وأهم حاجة في المرحلة دي ما تستعجلش على الشغل، لأن في كتير زيك في نفس المجال، فلازم تميز نفسك عن غيرك وتميز خدمتك عن غيرك، وده اللي هنساعدك فيه بإذن الله عن طريق إن احنا هندي مشروعات بعد كل محاضرة بإذن الله. المشروعات دي هتبدأ تطبقها وتتمرن عليها، ودي هتساعدك كتيرة في التطبيق العملي بإذن الله. ونيجي للنقطة التانية، إيه هو الجرافيك ديزاين؟ بكل بساطة الجرافيك ديزاين هو عبارة عن فكرة موجودة عند العميل، انت بتوصل الفكرة دي في صورة شكل مرئي باستخدام ادوات التصميم. الجرافيك ديزاين دي موجود قدامنا في حياتنا كتير قوي، زي الاعلانات اللي على التلفزيون والاعلانات اللي على النت، واللي بنشوفها في الشوارع والمطبوعات زي المجلات والكتب وغيرها كتير من مجالات الجرافيك. ده اللي هنتعلمه خلال دورتنا باذن الله. نيجي للنقطة الثالثة وهي ليه تتعلم جرافيك ديزاين. بكل بساطة لانه من اهم المهارات اللي ممكن تشتغل بيها كفريلانسر، وغالبا مفيش مجال الا وبيحتاج لمصمم الجرافيك، بالاضافة انه مطلوب جدا في سوق العمل الحر. تقدر تشتغل بيه مع نفسك دون الالتحاق لشركة مثلا، ولازم يكون عندك هدف ودافع وانت بتتعلم، عشان لو انت سايبها مفتوحة كده وزي ما تيجي تيجي غالبا مش هتكمل في المجال ده. فلازم يكون لك هدف، والهدف كبير. الهدف الكبير بتاعك تبدأ تجزأه لأهداف صغيرة، وتبدأ تحقق الأهداف الصغيرة ديت لحد ما تحقق الهدف الكبير بتاعك. وتبدأ كمان دي توصلك لنقطة اللي هي لابد من الاستمرار في مرحلة التعلم، لأن دي أهم مرحلة، ولازم تثقل من مهاراتك وتميز نفسك عن غيرك، ودي اللي هيفيدك بإذن الله عشان تقدر تشتغل على النت وتبيع خدمتك. نيجي للنقطة الرابعة، هل التصميم موهبة أم اكتساب؟ في الواقع التصميم موهبة واكتساب معا. يعني لو انت عندك موهبة لكن انت ما عندكش استعداد ان انت تنمي الموهبة ديت وتبدأ تطور نفسك، فبالتالي مش هتفيدك في حاجة. لكن لو انت ناوي ان انت تتعلم مهارة معينة، وانت حتى لو ما عندكش الموهبة بتاعتها هتبدأ مع الاستمرار هتلاقي نفسك بتحسن فيها. فلازم يبقى عندك إرادة ان انت تنمي الموهبة بتاعتك دي، وبإذن الله مع الاستمرار هتلاقي نتيجة مفيدة بإذن الله. نيجي للنقطة الخامسة، أهم أساسيات التصميم، وهي التوازن والتباين والبساطة والانسيابية والتناسق والتقارب والتوظيف والتكرارية. هتقول أنا مش فاهم حاجة، هقولك بس اصبر على رزقك وهنتعلم كل حاجة دلوقتي بإذن الله. ركز معايا. أول عنصر معانا هو عنصر التوازن.
بكل بساطة هو ترتيب العناصر بحيث ينقل للمشاهد الإحساس بالاستقرار. يعني انت دلوقتي قدامك التصميم اهو، تقدر تشوف التصميم دوت وتحس ان انت مستقر كده. ممكن تشوف تصميم تاني ما تحس بعدم ارتياح، فدي هو عنصر التوازن. لازم تخلي تنسيق ما بين العناصر يخلي العميل اللي بيشاهد التصميم يبقى عنده اتزان وهو بيشوف التصميم بتاعك. نيجي للعنصر التاني معانا وهو عنصر التباين. بكل بساطة التباين في اللغة يعني الاختلاف، وفي التصميم يعني الاختلاف في عناصر التصميم لتجعل التصميم لافتة للنظر. يعني ايه؟ يعني التصميم بتاعنا بيبقى فيه كذا عنصر. يعني العنصر قد يكون لون او شكل او اي حاجه من العناصر اللي هنتعلمها، فلما يبقى في اختلاف ما بين العناصر ديت بتأدي ان انت تجعل التصميم بتاعك لافتا للنظر، بمعنى صح ان هو يشد العميل اللي قدامك. وعنصر التباين ينقسم الى كذا حاجه هنتعلمهم دلوقتي. اول حاجه هي التباين من خلال الشكل. زي ما حضراتكم شايفين كده هتلاقي كل الصور اللي قدامنا مربعات، وهتلاقي حاجه واحده بس دايره، فديت اول ما انت تبص عليها هتلاقي تركيزك كله راح عندها، وديت فكرة التباين من خلال الشكل. زي ما حضرتك كده تقدر تستخدمها برضو في أي تصميم قدامك، تبقى أنت عامل حاجات معينة وتبدأ تغير الشكل بتاعك بشكل معين عن باقي الحاجات، فتبدأ تعمل أنت تباين أي اختلاف يعني في التصميم بتاعك، وده اللي بيشد الانتباه. تاني حاجة معانا هي تباين الحجم. زي ما حضرتك شايف كده هتلاقي مربعات كتيرة صغيرة، وهتلاقي مربع واحد هو اللي حجمه كبير، وده بيعمل تباين أي اختلاف للتصميم، ودي بيشد العميل برضو. زي ما قلنا بيشد العميل إن هو ينظر للتصميم دوت وبيعجبه جدا. تالت حاجة معانا وهي تباين اللون. هنا زي ما انت شايف كده هتلاقي برضو كل المربعات باللون الأسمر ما عدا مربع واحد باللون الأحمر، وده بيعمل تباين للتصميم بحاله، بيخلي فيه حاجة اختلاف، بيخلي اللي بيشوف التصميم دوت بيحس إن في حاجة غريبة وفي حاجة كويسة في التصميم، فبيشد الانتباه. ودي أهم حاجة إن احنا عايزين نعملها، انت تشد انتباه العميل بتاعك. وتالت حاجة معانا هي تباين الاتجاه، وده ان انت تخلي العنصر بتاعك اتجاهه مختلف عن اي عنصر تاني، وده بيعمل برضو حاجه اسمها تباين في التصميم زي ما احنا اتفقنا. ودي اهم حاجه زي ما احنا اتفقنا برضو في التصميم بتاعك ان هو يشد الانتباه. نيجي لنقطه تباين الشفافيه، ودي بتكون في عنصر قدامك الشفافيه بتاعته اقل من الشفافيه بتاعت عنصر تاني. زي ما حضراتكم شايفين كده كل المربعات شفافيتها قليله قوي ما عدا مربع واحد الشفافيه بتاعته عاليه، ودي برضو بتعمل تباين في التصميم بتاعك، بتلفت الانتباه. ودي طبعا زي ما اتفقنا دي بيبقى اهم حاجه في التصميم، لازم بيخلي التصميم بتاعك يلفت انتباه العميل. وبكده يا شباب بإذن الله انتهينا من الفيديو الأول من المحاضرة الأولى. متاح الاستفسارات بإذن الله من الساعة 9 مساء للساعة 12 مساء على الرقم اللي قدام حضرتك ده، مش لأي رقم غيره، لأن الرقم ده هو الخاص بفريق غاوي ديزاين الخاص بالدورة، لأن لو دخلت رقم تاني مش هيرد عليك، فده الرقم الخاص بالاستفسارات بتاع الدورة. ونتابع بإذن الله مع حضرتك في الفيديوهات القادمة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.